بيبتدي الفيلم ببنت اسمها صوفيا بطلة العالم في التزحلق على الجليد لمدة 3 سنين متتالية، ولكن للأسف فقدت بصرها في آخر بطولة بسبب إن هي وقعت على كتلة جليدية. وبتكون صوفيا متأثرة بسبب الحادثة اللي عملتها، وبتحاول صوفيا تحسس نفسها إن هي طبيعية، فبتجهز شنطتها وبتحاول تخرج من البيت علشان تشتغل. فبتيجي والدتها وبتسألها رايحة فين، فبتقول لوالدتها إن هي تشتغل جريسة قطط وهتغيب عن البيت أسبوع كامل، لأن صاحبة الشغل هتسافر وهتسيبها علشان تحرس البيت وتخلي بالها من القطة بتاعتها. فبتضطر أمها توافق لأنها بتلاقي صوفيا مصممة على رأيها، فبتطلب منها أمها توصلها للشغل، ولكن صوفيا بترفض وبتقول لها إن صاحبة الشغل بعتت لها تاكسي علشان يوصلها لحد البيت. وبعد شوية بيجي سواق التاكسي، فبتودعها أمها وبتركب صوفيا العربية وبتمشي. وفي الطريق بتتصل بيها أمها وبتقول لها إن هي قلقانة عليها جدا ومش مستوعبة إن هي هتعمل كل حاجة لوحدها، وده طبعا لأن هي فاقدة حاسة الإبصار. فبتتعصب هنا صوفيا وبتقول لها إن هي مش صغيرة وتقدر تهتم بنفسها، وبيكون واضح على صوفيا إن هي اتغيرت وبقت عصبية طول الوقت بسبب الحادثة. فبتقول لها والدتها إن هي هتبعت لها تطبيق اسمه C4Me، والبرنامج ده تقدر من خلاله تتواصل مع الأشخاص وتطلب منهم المساعدة لو وقعت في أي مشكلة. فبتشكرها صوفيا وبتقول لها إن هي هتنزل البرنامج ده. وبعد شوية بتوصل صوفيا لبيت الست اللي هتشتغل عندها، وبيكون اسمها دبرة. فبتاخدها دبرة لبيتها وبتقول لها ان هي مضطرة تسافر علشان تخلص اوراق الطلاق بتاعتها، والمطلوب منها ان هي تخلي بالها من القطة بتاعتها مش اكتر من كده لحد ما ترجع من السفر. فبتبدأ صوفيا تحلل شخصية دبرة، ولما بتسمع صوت جزمتها بتفهم ان هي ست غنية. وبدون مقدمات بتقول لها دبرة ان هي اتطلقت علشان جوزها كان بيخونها، علشان كده هي انتقمت منه واخدت نص ثروته. وبعدها صوفيا بتلبس القطة بتاعت دبرة طوق فيه سماعة ومتبرمج على الموبايل علشان لما تبقى عاوزة تعرف مكانها تشغل الصوت اللي في الطوق. وبتستخدم صوفيا الموبايل بتاعها عن طريق النظام الصوتي علشان تفتح اي ابلكيشن بصوتها. فبتتصل هنا بصديقها كان وبتفتح له كاميرا الموبايل علشان يوصف لها الشقة اللي هي هتشتغل فيها، وبتبدأ تاخد جولة في الشقة وبتفتح كل الابواب، وصاحبها كان بيوصف لها كل حاجة لحد ما بتدخل صوفيا في أوضة فيها ازايز خمرة كتير جدا. فبتاخد ازازة وبتطلب من كان يشوف سعرها على النت، فبيقول لها ان سعر الازازة دي $4500. فبتقول له ان هي هتسرقها وتبيعها، ولكن كان بيطلب منها ترجع الازازه. وبيقول لها ان المره اللي فاتت سرقت شنطه من واحده عجوزه وهو ساعدها علشان كان فاكرها محتاجه فلوس، والمره دي مش هيساعدها تاني. فبتتضايق صوفيا وبتقول له ان هي مش هترجع الازازه وبتقفل المكالمه. وبعد شويه بتروح صوفيا اوضتها وبتنزل البرنامج اللي والدتها بعتته لها، وبتكون صوفيا متضايقه بسبب ان هي سرقت من البيت. فبتاخد علبه السجاير بتاعتها وبتخرج، وفي طريقها بتتصل بيها دبرة صاحبه البيت علشان تطمن على القطه بتاعتها، وبتطلب منها ان هي تشغل نظام الحماية بتاع البيت. فصوفيا بتشغل نظام الحماية وبتفهم ان النظام ده بيقفل كل ابواب البيت وبيعمل صوت انذار لو حد بيسرق او بيخترق البيت. فبتطمن هنا دبرة وبتقول لها تتصل بيها لو احتاجت اي حاجة، وبعدها بتقفل. فبتخرج صوفيا علشان تشرب السيجارة، ولكن بتفتكر ان هي شغلت نظام الحماية وابواب البيت كلها اتقفلت وما بتكونش عارفة تدخل البيت تاني. فصوفيا بتشغل تطبيق C4Me وبتتصل بناس علشان يساعدوها. فبترد عليها واحدة اسمها كيلي وبتسألها تساعدها ازاي، وبتقول لها صوفيا ان هي شغلت نظام الحماية وكل الابواب مقفولة. فبتطلب منها كيلي تشغل الكاميرا الخلفية بتاعتها، وبتبدأ تتحرك حوالين البيت علشان تشوف المنافذ والمخارج بتاعت البيت. فبتتحرك صوفيا لحد ما بتوصل لباب ازاز متحرك. فبتقول لها كيلي ان الابواب المتحركة ما بيكونش ليها نظام حماية وبتتقفل بس يدوي. فبتطلب منها تسيب الموبايل وتفتح الباب بايديها الاتنين، وفعلا بتنجح صوفيا وبتفتح الباب، ولكن جهاز الحماية بيشتغل وبيعمل صوت انذار. فبتدخل البيت وبتقفل نظام الحماية، وبعدها بتشكر كيلي ان هي ساعدتها، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض. وبيجي الليل وبترجع صوفيا اوضتها وبتنسى تشغل نظام الحماية. ولما بتنام بتيجي عصابة مكونة من 3 اشخاص علشان يسرقوا البيت، وبييجوا علشان يسرقوا الخزنة بتاعت دبرة. وبيكون وصل لهم خبر ان هي مسافرة، ولكن طبعا مش عارفين ان صوفيا موجودة جوه البيت. فصوفيا بتصحى فجأة على صوت غريب، فبتفتكر ان ده صوت القطة، وبناء عليه بتاخد الموبايل وبتشغل الصوت بتاع الطوق اللي في رقبة القطة علشان تعرف مكانها. ولكن فجأة بيسمع إيريني واللي بيكون واحد من العصابة صوت الطوق بتاع القطة. فبيروح يدور على مصدر الصوت ده ويتأكد ان مفيش حد في البيت. في الوقت ده بتكون صوفيا ماشية وبتدور على القطة، وبتسمع صوت واحد من العصابة وبتقرر ان هي تروح تستخبى، ولكنها بتتوتر وبتخبط في فازة فبتنكسر وبتعمل صوت. فبيسمع إيريني صوت الفازة اللي اتكسرت، وبيروح يدور على مصدر الصوت ده. وفي الوقت ده بتكون صوفيا مستخبية وبتكلم الشرطة. فبيقول لها ضابط الشرطة انهم في الطريق، وبيطلب منها ان هي ما تتحركش من مكانها. فبترتبك هنا صوفيا وبتقفل مع ضابط الشرطة
وبتتصل بكيلي علشان تساعدها، فبتطلب منها كيلي ان هي ما تتحركش من مكانها برضه وما تعملش اي صوت لحد ما الشرطه توصل. فبتقول لها صوفيا ان العصابه سمعوا صوتها خلاص واكيد دلوقتي بيدوروا عليها في البيت ولو عرفوا مكانها يقتلوها. وبدون وعي صوفيا بتخرج من مكانها املا في ان هي تخرج من البيت وتهرب قبل ما حد من العصابه يمسكها. فبتضطر كيلي انها توجهها لمكان الباب وتساعدها انها تعرف الطريق، ولكن للاسف بيمسكها واحد من العصابه وبتكون كيلي شايفه اللي بيحصل ده، وللاسف كمان بياخدوا منها الموبايل. فبيشوف إيرين الموبايل بتاع صوفيا وبيلاقي ان اخر مكالمه ليها كانت مع الشرطه، فبيقرروا انهم يقتلوها علشان عرفت شكلهم. فبتعيط صوفيا هنا وبتقول لهم ان هي كفيفه ومش بتشوف اصلا. فبيتصل إيرين برئيس العصابه بتاعهم وبيتكلموا فيديو علشان يوريله شكل صوفيا وبيتاكد ان هي كفيفه. فبيقول له رئيس العصابه ان الخزنه بتاعه دبرة فيها 7 مليون دولار علشان كده لازم يهربوا، وبما ان صوفيا كفيفه فمش هتقدر تتعرف عليهم وبيقرروا انهم ما يقتلوهاش. لكن هنا صوفيا اول ما بتعرف ان الخزنه فيها 7 مليون دولار بتقاطعهم وبتقول لهم ان هي ممكن تساعدهم. فبتعرض عليهم ان هي تخلصهم من الشرطه علشان يسرقوا البيت بشرط ان هي تاخد نسبه من الفلوس دي. فطبعا رئيس العصابه بيوافق وبيخلوها تكلم الشرطه علشان تسحب البلاغ بتاعها. ولما بتكلم الشرطه الضابط بيقول لها ان في شرطيه جايه في الطريق وان هي حتى لو سحبت البلاغ لازم الشرطيه تتاكد ان مفيش اي خطر. فبتقفل صوفيا المكالمه وبتتضايق العصابه لان الشرطه اكيد هتدخل تفتش البيت كله. فبتقول لهم صوفيا يستخبوا في البيت وهي هتحاول تقنع الشرطيه انها تمشي. وفي الوقت ده كيلي بتدور على بيت دبرة اللي بتشتغل فيه صوفيا من خلال برنامج على الكمبيوتر. فبتتصل بالشرطه وبتقول لهم ان في ناس اقتحمت البيت وخطفوا صوفيا. في الوقت ده بتكون الشرطيه وصلت لبيت دبرة فعلا وبتطلب من صوفيا ان هي تفتح الباب. فصوفيا بترفض وبتقول لها ان هي عملت بلاغ بالغلط. فبتصمم برضو الشرطيه ان هي تدخل الباب لان هي مش مقتنعه بكلام صوفيا لان ممكن يكون في حد بيهددها. فبتضطر صوفيا انها تفتح لها الباب وبتدخل وبتبدا تفتش، ولكن الشرطيه ما بتلاقيش حاجه. فبتشك في صوفيا وبتسالها عن السبب اللي خلاها تبلغ الشرطه. فبتكذب عليها صوفيا وبتقول لها ان هي نسيت التلفزيون شغال وافتكرت ان في حد اقتحم البيت. ولكن على الرغم من ان الشرطيه مش مقتنعه بكلام صوفيا بتقرر انها تمشي. وفجاه هنا بيجي للشرطيه مكالمه من حد من زمايلها وبيقول لها ان في واحده اسمها كيلي بلغت عن عصابه اقتحمت بيت دبرة وان هي شافت واحد من العصابه بنفسها. فبتخرج الشرطيه المسدس بتاعها وبتدور على العصابه تاني. فبيظهر هنا إيريني وبيسلم نفسه للشرطيه فبتقبض عليه وبتكلم مركز الشرطه وبتقول لهم يبعتوا لها دعم بسرعه. وبتسال صوفيا عن مكان باقي العصابه فبتقول لها ان في 2 تانيين مستخبيين في المطبخ. وفجاه بيظهر واحد من العصابه وبيضرب الشرطيه وبيوقع المسدس بتاعها على الارض وبيخنقها لحد ما بتموت. وبعدها بيكتشف إيرين ان المسدس بتاع الشرطيه اختفى وصوفيا مش موجوده. في الوقت ده بتكون صوفيا بتهرب من العصابه وبتتصل على كيلي وبتقول لها تساعدها. فبتقول لها ان العصابه قتلت الشرطيه ولازم تهرب منهم. فبتتفاجئ كيلي ان هي معاها مسدس وبتقول لها تهدى علشان يقدروا يلاقوا حل، ولكن صوفيا بتكون خايفه جدا فبتطلع بره البيت وبتجري. فبتنفعل كيلي وبتقول لها ان هي دلوقتي في مكان مفتوح وسهل يلاقوها، علشان كده بتطلب منها تستخبى في الاوضه الخلفيه لحد ما يجي الدعم بتاع الشرطه. فبتوافق صوفيا على كلامها وبتدخل الاوضه الخلفيه للبيت. وبمجرد ما بتدخل بتقع على الارض وبيسمع إيرين صوت الوقعه فبياخد سكينه وبيروح يدور عليها. في الوقت ده بتاخد صوفيا السلاح بتاعها وبتقول لكيلي انهم رجعوا تاني يكسروا في الخزنه علشان يسرقوا الفلوس. فبتتوقع كيلي ان في 2 من العصابه بيدوروا على صوفيا وواحد منهم بيحاول يفتح الخزنه، علشان كده بتطلب منها ان هي تستخبى وتحاول ما تطلعش اي صوت. وفجاه بتلاحظ كيلي ان إيريني دخل الاوضه وبيدور على صوفيا. فبتطلب منها توجه المسدس لقدام وتضرب عليه، ولكن إيريني بيشوفها وبيقول لها ان هو مش عاوز يأذيها. فبتقول لها كيلي انه ماسك سكينه وهيقتلها ولازم تضربه بالنار. فبتتردد صوفيا وبتكون خايفه، ولما بتحس ان إيريني بيقرب عليها بتضرب عليه نار وبتقتله. فبتتأثر صوفيا من اللي حصل ده وبتتحرك جوه البيت علشان تغير المكان اللي هتستخبى فيه. فبتتفاجئ بواحد تاني من العصابه وبتحذرها كيلي وبتخليها تضرب عليه نار، ولكن الرصاصه بتيجي في رجليه فبيقرب منها علشان يقتلها، لكن بدون وعي بتضرب عليه صوفيا النار بشكل عشوائي وبتقتله. بعدها بتقعد صوفيا علشان تستريح وبتكون منهاره. فبتحاول كيلي انها تطمنها وبتقول لها ان وضعها الحالي كويس وانه كده ما فاضلش غير واحد بس من العصابه اللي بيحاول يفتح الخزنه. فبتشكرها صوفيا على مساعدتها ليها. وقبل ما تكمل كلامها بيجي لها تنبيه من الموبايل بتاعها ان البطاريه قربت تفصل. فبتحاول كيلي تشجعها وبتقول لها ان هي لازم تتحرك علشان تتخلص من اخر واحد، وده طبعا قبل ما التليفون بتاعها يفصل شحن. فبتروح صوفيا للحرامي بتحاول كيلي انها توجهها، واثناء ما كان بيفتح الخزنه بيلاقي صوفيا وراه وبتهدده انه ما يتحركش من مكانه. فبترجى صوفيا انها ما تقتلوش وبيقول لها ان الخزنه قدامها تاخد منها اللي هي عاوزاه. في الوقت ده بتنفعل كيلي على صوفيا وبتقول لها تضرب عليه نار، بس صوفيا بتكون ساكته وبتفكر تاخد الفلوس فعلا. وفجاه هنا بيفصل الموبايل بتاعها وبتفقد الاتصال بكيلي. وطبعا لان الحرامي عارف ان صوفيا كفيفه بياخد جزء من الفلوس اللي في الخزنه وبيحاول يتسحب علشان يهرب. فبتحس صوفيا انه بيتحرك وبتهدده انها تقتله،
فبيحاول الحرامي ياخد المسدس منها، فبتضرب صوفيا عليه النار في اخر لحظه وبتقتله. وفجاه تليفونه بيرن فبترد عليه صوفيا، وبيطلع رئيس العصابه فبتقول له ان المهمه اتنفذت. فبيطمن رئيس العصابه وبيجي البيت وبيشوف كل رجالته وهم ميتين، فبيعرف ان صوفيا هي اللي خلصت عليهم، وبينادي عليها وبيكون متاكد ان هي مستخبيه في البيت. فبيحاول بكل الطرق انه يتفاوض معاها علشان يخليها تظهر ويقتلها. فبيقول لها ان هو يقسم معاها الفلوس، ولكن صوفيا بتكون مش واثقه في كلامه وبتبقى حاسه طبعا ان هو يقتلها. فبتفصل الكهرباء عن البيت كله علشان تشتته. فبيخرج هنا رئيس العصابه مسدسه وبيقرر يقتل صوفيا، وبيبدا يدور عليها في كل مكان لحد ما بيدخل الاوضه اللي هي مستخبيه فيها. فبتحدف هنا كوبايه بعيده علشان تشتته. فبيضرب رئيس العصابه النار بشكل عشوائي، وبالصدفه بتيجي رصاصه منهم في رجليها. فبتزحف صوفيا على الارض وبتتحرك بسرعه قبل ما يعرف مكانها، وطبعا لان الكهرباء فاصله بيكون هو كمان مش شايف. فبتروح صوفيا هنا لواحد من العصابه اللي قتلتهم، وبتستعمل موبايله بصوتها، وبترن على تليفون رئيس العصابه علشان تعرف مكانه. فبيرن تليفونه وبتتفاجئ انه واقف وراها، وبتضرب عليه نار بشكل عشوائي، ولكنه بيهجم عليها وبيخنقها. فبتحس ان في ازازه جنبها، فبتمسكها وبتضربه بيها على دماغه. فبيفقد الوعي، وبتقوم صوفيا وبتكمل ضرب فيه لحد ما بتقتله، وبتقع على الارض وهي منهاره لان هي ما كانتش متخيله انها هتفضل عايشه تاني. وتاني يوم بتخرج صوفيا من المستشفى، وبتكون قاعده على كرسي متحرك بسبب الرصاصه اللي جت في رجليها. فبتطلب صوفيا من والدتها انها تديها الشنطه بتاعتها. فبتقول لها والدتها ان الشرطه ما لقوش الفلوس اللي كانت في الخزنه، وبيدوروا على الحرامي اللي سرقها. فبتقول لها صوفيا ان هي مش مهتمه، وانها هترجع تمارس رياضه التزلج تاني وتعيش حياتها. وبنكتشف ان صوفيا قدرت تسرق كل الفلوس اللي في الخزنه، واستغلت ان هي مش بتقدر تشوف علشان تستعطف الشرطه، وطبعا لان هي كفيفه محدش من الشرطه هيشك فيها. وبعد فتره بتتصل صوفيا على كيلي، وبتقول لها ان هي رجعت لحياتها الطبيعيه، ودلوقتي هتلعب مع صديقها كان مره تانية. وبتقول لها ان هي مبسوطه علشان هتعمل الحاجه اللي بتحبها من غير ما تفكر في الاعاقه بتاعتها. وبتبدا صوفيا حياه جديده بسبب الفلوس اللي هي سرقتها. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.